ماما انا مسافر الصين. روح يا ابني ماشي الله يسهل لك. رجعت من العمره وانا كل حماس وامل اني اكمل، وكانها رساله من ربنا، كمل انت في الطريق الصح. ما كانش في دماغي حاجه غير الصين. هسافر ازاي؟ هروح اي مدينه؟ هتكلم ازاي؟ هاكل واشرب ازاي؟ هتعامل مع الناس ازاي؟ هروح اعمل ايه اصلا؟ حاجات كتير جدا مش عارف ابدا منين، خصوصا ان الفلوس نفسها مش موجوده. والحمد لله بعد ما تمت سفريه الصين دي على خير، بقى مبدا في حياتي. قدامي هدف، ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا اوصل له. معايا مثلا مشكله كبيره، بفضل احل المشكله دي، اصغرها، احل اللي انا اقدر عليه، واعمل كل اللي في وسعي ان انا اعمله واحله، وخلاص انام وانا مرتاح. انا عملت كل اللي عليا، وبعد كده اللي يمشي يمشي بقى، ده بتاع ربنا. حتى لو مشكله كبيره ببقى مش ندمان ومش خايف من اللي جاي، خلاص انا عملت كل اللي عليا. وبدات بقى ارتب حرفيا لرحله الصين. ابص على التذاكر، اقارن انه ارخص، ابحث عن الصين، اشوف فيديوهات. كان في منتدى اسمه العرب المسافرون، دخلت بقى اشوف ايه المطاعم، الاسواق، المساجد، الناس بتاكل ايه، بتروح فين، بتعمل ايه. وقتها كنت محتار بين بلدين، اسافر ايو ولا اسافر جوانزو. المعلومات اللي كانت موجودة على ايو كانت قليلة جدا، لكن جوانزو كان ناس كتير سافرتها وبيحكوا على التجارب اللي فيها، فرشحت ان انا اسافر على جوانزو. خصوصا وقتها كان في عرض على طيران القطرية بسعر رخيص لجوانزو. بالنسبة للغة كانت البرامج ما اتطورتش زي دلوقتي، وانا برضو كنت خايف قوي. بدأت اكتب على الورق الكلمات الاساسية: اريد ان اذهب الى الفندق، انا تائه، انا جعان، اريد تحويل فلوس او تبديل فلوس. كل حاجة كده تيجي كلمة اساسية في بالي اكتبها، ورحت طبعهم ومطلعهم على ورق A4 عادي. كتبت برضو في الورق اسامي الشوارع الرئيسية، شارع العرب، اسامي المطاعم، اسامي المساجد والحاجات اللي زي كده، والاسواق الضروريه والمهمه، وسوق الملابس وسوق الموبايلات والحاجات اللي زي كده. وانا بقلب لقيت تذكره رخيصه، دخلت لامي المطبخ بقول لها يا امي انا مسافر الصين. قالت لي يا ابني ماشي روح ربنا يوفقك. قلت لها انا هحجز الطياره دلوقتي. قالت لي بتتكلم بجد؟ قلت لها والله بتكلم بجد. قالت لي يا احمد انت شايف الموضوع ده فيه خير؟ قلت لها والله فيه خير كتير ان شاء الله. قالت لي خلاص لو انت مقتنع ادرس الموضوع كويس وتوكل على الله. ومن اليوم ده امي بدأت تعمل دور الاب والام، اللي هي تاخد بالها مني والمسؤولية والكلام ده. هي عاوزالي الخير ومش عارفة انا صح ولا غلط. كانت مش راضية تمنعني بدل ما يكون في خير، وهي دايما تقول انا مسترجياكم من